السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الغدا مع بعض. هعمل لحمة وبطاطس بدمعة. زي ما انتم شايفين دي نص كيلو من اللحمة، وهنا معايا البطاطس عاملاها صوابع كده بس جميلة. وهنا حطيت حتة دهنة عشان اعمل اللحمة. بحب ان انا الوحها وساعات احط لها مية واغليها واحط اللحمة فيها. فانا حبيت ان انا الوح اللحمه فحته دهنه كده لان اللحمه ما كانتش سمينه قوي. بصراحه جميله، تقطعها حلو يعني. قلت اعمل بطاطس، وطبعا البطاطس بنبقى نعملها مكعبات، بس المره دي حباها ان انا اعملها صوابع زي زمان، بتبقى جميله قوي. مفيش احسن من زمان. قلت بقى لوحها وحطيت ورق لورا وحطيت مستكه وحبهان ولوحتها. وطبعا بنكون مسخنين الميه كده. متنسوش اللايك يا جماعه. بقلبها كويس والوحها كده واسيبها دقيقة، وبعد كده احط لها المية اللي انا غليتها. ما حبيتش ان انا احمرها، لوحتها بس ان هي تنشف من المية بتاعتها، وتكون مسخنة المية غلياها، وتقوم حطها وطماطمايه وبصلة وفلفل. طبعا احنا مش بنحط الملح فيها الا بعد في الاخر خالص لما تبتدي تستوي تخش في السوية يعني. اهي دي الطماطمايه باخدها اشقها كده. زي ما انتوا شايفين اللحمة يدوب بس ان هي نشفت، مش عايزة احمرها لان عايزة طعمها يفضل زي ما هي، طعمها حلو. مش عايزة التحمير بتاعها عشان ما تديش طعم تاني. لان الشوربة فعلا كانت جميلة جدا بجد والله. حطيت بقى الفلفل، وحطيت بقى المية اللي انا غلياها. دي طبعا الدهن اللي انتوا شايفينه هو على النار بيبقى يعمل غليان وكده. حطيت المية وطبعا شلت الوش، بيطلع رغاوي كده، ريم يعني. فبقوم شايلاها كلها عشان الشوربة تلاقيها صافية وجميلة ورايقة كده يعني. اهو مكانتش كمية كبيرة يعني، جبتهم في جنب كده. انا غاسلة اللحمة غسيل كويس، وحطيت لها البصلة. وسبتها بقى هديت النار يعني، مش بعلي النار قوي. ليه مش بعلي النار؟ علشان ما تنشفش، وغير كده كمان السوي بتاعها مش هتسوي بسرعة يعني. لما تهدي النار منها بتستوي زي عملة الفول كده، الفول المدمس. وبقوم مهديه النار واكمل طبيخي الباقي. جبت بقى الحلة بتاعتي وقمت. طبعا انتوا عارفين البطاطس لابد ان احنا نحطها في مية. فشلت المية منها وقمت مقطعة كام فص توم، وقمت حطاهم في شوية زيت يعني، معلقتين زيت كده. ما بكترش الزيوت عشان الزيوت بتبقى ضارة علينا، على اي حد يعني، غلط الزيوت. انتوا عارفين كده. بقطع التومة فوق البطاطس بعد ما صفيت البطاطس من المية علشان ما تغمقش معانا وتفضل فاتحة معانا. فطبعا بلوحها يعني. بلوحها يعني بقلبها عشان لو محدش عارف يعني ان انا بلوحها يعني، بقلبها زي عملة اللحمة. بلوحها ان انا بقلب فيها وكده عشان المكان اللي اتحمر نقلب نجيب مكان تاني. اه وحطيت طبعا مجهزة الطماطم ومصفياها. انا عندي تسبيكة، بس لما لقيت عندي طماطم كتير وجاهزة قطعتها وعملت بسرعة الطماطم. مخدتش مني وقت بصراحة. صفيتها وجهزتها معايا وحطيتها جنبي عشان اقوم حاطة على طول. اما بتجهزي حاجتك كل حاجة بتبقى سهلة معاكي. حطيت الفلفل وحطيت الملح.
لان البطاطس اللي انا جايباها دي جميلة، ما بتاخدش وقت. وطبعا كنت طبخت الرز وجهزته، زي ما انتم شايفين الشوربة رايقة وجميلة. فما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس. ومع السلامة. السلام عليكم.